التأديب انك تسيبني اتحمل مسؤولية اللي انا بعمله على قد سني. يعني انا غلطت، التأديب هو اني تسمح لي اني ادفع فاتورة الغلط اللي انا عملته. لما اسيبه يتحمل النتائج بتاعته، ده اللي بيؤدي ان الشخصية تتعدل. واحدة من المشاكل الكبيرة اللي بتحصل ان احنا بنشيل نتائج عيالنا، نتحمل نتائج الخطأ بتاعه. ده ما بيعلموه، ده ما بيعدلش في شخصيته. اللي يعدل الشخصية انه اسمح لابني ان يكون في مساحة من الاستقلالية والحرية، بس لكن داخل اطار الحدود. ولما يكسر الحدود دي يكون عارف انه النتيجة الطبيعية لكسر الحدود انك تتحمل نتيجة اللي انت عملته. فانا سمحت له من غير ما ازعق له، من غير ما اضربه، من غير ما الومه، فمش هيروح النادي، لانه ده اللي بيعلمه انه ينضج. لما بسمح له انه يشيل مسؤولية اللي عمله، ده بيساعده على بعد كده انه يتحمل المسؤولية، يحسب الحسبة بتاعته قبل ما ياخد قرار. يتعلم كمان ان البيت ده فيه نظام، لو ما احترمش النظام دوت هيكون في نتيجة انه مش هيروح النادي او مش هيعمل الحاجة اللي هو كان عاوز يعمل. وده بقى اللي بيخلق شخصية العيال بني ادم مسؤول. فلو انا عايز اطلع انسان مسؤول للحياة في شخصية ابني، دي حاجة بتتزرع من المرحلة دي. في المرحلة دي اللي هي من 3 ل 6 سنين، انه في حاجة اسمها نظام، ولما هكسر النظام هتحمل نتيجة كسر النظام.